ده انا على فكرة انا فنان وبحب الغنى. هتقول لي طب وبتعمل كده ليه؟ اقول لك ان انا حكايتي كانت صعبة شوية. كمل ممكن تفهم. انا بس قلت اعرفك عشان ما تتلخبطش. ربنا معاك. سلام. سلام. وده جعفريتش، اظن باين من اسمه انه بيحب السندوتش. بهزر. الحقيقة هو سامح لي ان انا اعيش على السطوح بتاعه بمبلغ قليل جدا. كويس ان هو مستحملني. ايه يا عم فينك بدور عليك الصبح؟ اللي جابك هنا ورايح على فين كده؟ ليش يا سيدي؟ عارف فارس؟ اه. فارس فارس. الشبح ظبط نفسه وكلمني قال ان هو فرحه هيتعمل ان شاء الله الخميس اللي جاي. ثواني لحظة، هو فارس الشبح اللي في دماغه ولا واحد تاني معرفوش؟ مين فارس الشبح اللي انت تعرفه اصلا؟ الشاي ده الواد العطلان ده اللي بيشرب عنديكم ماله؟ اه. او انت رايح له يعني ولا ايه؟ مفيش، هحاول اساعد اودي معاك يخطب حاجه. اه يعني انت اولا مش جاي تدفع الايجار، وثانيا انت هتجيبني مصيبة معاك. انت لو رحت عند الواد ده هتجيب مصيبة لنفسك، بعدين هتجيب لي مصيبة وراك، هتدبسنا كلنا في الحوارات بتاعته. ايوه طبعا انا مضطر اعمل ايه يعني. هو كذا مره يساعدني في كام حاجه وبعدين انا مضطر ان انا اساعده. ممكن اسامحك بسبب بشرط واحد بس. ايه يعني الشرطه يخليني تسامحني في الايجار وتسامحني في العقد ده كل كله؟ حاجة. حاجة بتاعت بس. ده واحد بيعمل منافسات على اليوتيوب، اسمه شريف، تمام؟ ده هتتحدى. انت لو فزت هيحقق لك اي حاجة انت هتطلب منه، ولو انت خسرت هيعاقبك عقابين. الجمهور هيختارهم بنفسه، هيعمل معاك لايف، الجمهور يختار العقاب. انت ممكن يطلع لك عقاب يا عقابين وانت تحصل. بص هي الصراحه مصلحه حلوه، بس برضه يعني حتى تقدر توصلني لشريف، ما كانش ليك اصلا. زي ما انت شايف هذه الناس هي صارت هي التحدي ان انت تمشي في الشارع وتغمض عينيك. ايه العبط ده يا شريف؟ ازاي انت عايزين امشي في الشارع وانا مغمض لا عليك؟ عاد نحكم زي ما الناس حكمت عاد. خلي بالك انا ممكن انط لك منين وما تشوفنيش تاني. نط نط. مش عارف تنط؟ انا ساعدك. ايوه يا بابا انا كويس، بس إيه شيل ايدك بس عن الكاميرا عشان اعرف اشوفك لو سمحت. تمام بس ابعد ايدك شويه. ايوه انت كده قريب خالص. ممكن تبعد الموبايل عنك، بعد الموبايل عنك شويه. ممكن تبقى كده بعيد قوي. قرب قرب شويه. اكلت كويس، اكلت كويس برغم إن الفلوس معايا نقص شويه، بس باكل كويس على ما اعتقد يعني. اكيد بتمرن التمارين كل يوم، برغم انت عارف ان انا نفسي اغني بس انت رافض كده. كويس. جعفرتش بيقول ان هو ممكن يساعدني ان انا اغني. انت مالك تقف في بيتي وتصدقني بتمارينك، بس في جيران لازم تلبس حقيقة انت وبتتمرن. ممكن تطلع برا؟ الموبايل مش هيفيدك في دفع الايجار. مش عارف اللي مصبرني عليك ان انت موافق على خيط الايجار. المهم جبت لك رقم شريف. ماشي جبت رقم شريف،
ايه اللي هيخليه يرد على واحد زيي مثلا؟ زن على الودان اشد من السحر. شوف انا هربيك بالعصايه دي المره الجايه. انت جيت؟ انا افتكرتك متجاه. وانت اللي جاي تتحداني؟ ده انت عامل زي البورس الجعان. كان ممكن اقبل منك الجمله دي لو كنت انت ياسمين عبد العزيز. اما انا اللي اتخن منك كسبت. مصطفى عمر. ها؟ انا قلت لك كتير، انا جاهز. شايف البتاعه دي؟ هتخفف عليك الالام من الدم وكده. تعرف اللعيب اللي فيه ايه؟ ان انا عيل. بص ايه ده؟ لعبك حلو بس انا بلعب على كدك. هشرب ميه واوريك اللعب الصح. شكلك عطشان وانا مش عايزك تبص لي في الميه. خد اشرب. اصحى يا مصطفى. ايه اللي حصل؟ انا شفتك في البث المباشر، شريف مشى وسابك وانا جبتك هنا. ايه ده؟ فين الموبايل؟ لا متقلقش، موبايلك معايا. اتفضل. ايه ده؟ لا متقلقش، انا كنت عارف حلك وفحلق لك على السريع. مش هيرد. انت عرفت ازاي انه مش هيرد عليا؟ ما تفهم بقى، مصطفى عمر كان جزء من التحدي. جعفرش تحدى شريف انك انت اللي هتكسب، بس انت خسرت فصافى. المفروض ده ما يحصلش. المفروض ده ما يحصلش. يا عفريت يعرف شريك من فين؟ تحب احكي لك ولا تشوف؟ القناة دي قبل ما تكون قناة شريف كانت قناة شريف ومصطفى مع بعض. بدأوا يعملوا تحديات ويتشهروا ويكسبوا جوائز، وطبعا شريف كان مسؤول على عقابات. الناس ابتدت تحبهم وزادت شعبيته، ولكن كانوا عايزين يشوفوهم ضد بعض أكتر من مع بعض. وكانوا متشوقين للحلقة دي.
وفعلا قرروا يعملوا ده، والشريف كان كل اللي همه المشاهدات، وده كان أكبر سبب يخلي مصطفى يستغلك عشان الانتقام. انت ازاي عرفت كل ده؟ بكل بساطة عشان أنا تحديت شريف، جعفرش كان عايز يرجع حقه ليا. ربنا معاك. سلام. خسارة مصطفى كالعادة. فأنا أشوف رأيكم، قولوا لي إيه رأيكم، يعني نعاقبه بإيه؟ قدامكم 5 دقايق. عاقبه يا بفلوس أنا آخده ضرب. قول لكم إيه رأيكم إيه؟ يلا استنوا 5 دقايق. بص انا مستعد ادفع الفلوس اللي انت عايزها، بس ناحيه الضرب لا. الضرب انا حاسس فيها اهانه. شو الكلام ده؟ الناس اللي هتقول عليه هنعمله، خلي بالك. إيه ده؟ الجمهور اختار العقبات. احنا اتفقنا على واحد، فنخلي واحد يا جدعان نصور من اول وجديد عشان لا مفيش الكلام ده عم مصطفى، انت قلت لا، احنا هنعمل مع بعض. لا مفيش الكلام ده، ما تعصبنيش عم مصطفى. ماليش دعوه يا صاحبي، انا تمام الفلوس خلاص تمام. يا عم مفيش الكلام ده، مش انت بتصور معايا وقلنا هنعمل مع بعض زي ما قلنا. اتفقنا على واحد يا صاحبي، ما ينفعش الكلام ده. يا عم ما تعصبنيش، اتفقنا على واحد اصلا. انا بقول لك ما تعصبنيش عشان انت اللي هتزعل. العقاب كان إنه جعفرش يسافر، إنك أنت ما تغنيش تاني. عادي، ممكن تبتدي من جديد، تبتدي تشتغل من جديد. ابتدي من جديد ازاي؟ ده كان حلمي. انت عايز تقول لي ان انا اقعد كده ما احلمش؟ انا لازم اواجه شريف تاني. بلاش، بعد البث ده الناس تتكلم عليك بسمعة وحشة، واتدمرت حرفيا من كل مواقع التواصل الاجتماعي. انا لازم اواجهه تاني. ما ينفعش. انا عندي حلم ولازم اوصل له. بلاش يا مصطفى. انت واجهته صح؟ ايوه. لما انت واجهته وركنت ده مالك قشطه كده؟ بلاش يا مصطفى. عايزك تقول لاي حد، عايزك تعرف اي حد ان انا اواجهه تاني، حتى اللي بيكرهوني. انت لو خسرت المرة الجاية محدش يثق فيك، محدش يرضى يشغلك، حلمك ده هتنساه. صدقني ما ينفعش. مصطفى عمر هرب، انا مش هينفع اهرب زيه. خلي بالك من شهادة هدومي، اي حاجه كانت على السطح بتاعت مصطفى عمر خليها عنديك. بلغ الناس كلها ان انا هواجهه تاني، خلي الناس كلها تعرف. ده انا اخلي مصر كلها تعرف. يا تصدق انه مصطفى هيواجه شريف؟ يا راجل زي بعض. انت ازاي تقبل انك تبيع نفسك وكرامتك علشان الفلوس؟ تعال قابلني لو حد وثق فيك تاني بعد النهارده. الو. ايه يا ابني؟ اصل عيب عليك، مصطفى هيواجه الشريف، يعني هيواجهه. لا 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 لا، ما تخافش، مصطفى هياكل 10 زيه يا ابني. ده اخويا اللي مربيه، انت معرفش ولا ايه؟ كويس اني جبت المية بتاعتك معك، بس مهما عملت مش هتجيب. لا والله اتطورت، بس مش هجيبك برضه، هات اخرك. فاكر لما قلت لي جوانتي اللي هيخفف هذيك الالم؟ يا راجل ما حسيتش بحاجه اصلا. متاخر يا مصطفى، دايما متاخر. اوعى تكون فاكر انك عايز تحقق حلمك وتغني وكده، نحن اللي زينا مشاهدين ورا الملاعب. ده احنا عنينا.
اخرك. فجأة مش كده؟ شفت وصلتنا ليه؟ شريف انت فعلا عايز تعمل كده؟ صدقني ما فيهاش اي مصلحة ليك. انا اعمل اي حاجه مصلحتي، الناس اصلا بتحب كده. الناس عمرها ما كانت بتحب الأذى. اسمعني، اهدى ونزل المسدس. انا اصلا القناه بتاعتي معموله للاذى، وفي واحد قال لي ان القناه الناس ما بتحبش الاذى، وهثبت لك ان انا يوتيوبر وهعمل لك الموضوع ده والناس هتحب الموضوع ده. أنا موافق. تحدى الناس، قول للناس بتحب الأذى ولا لا، قول للناس تضرب عليا ولا لا. لو الناس اختارت انت ما تضربش هتقفل القناة وتساعدني ان انا احقق حلمي واغني. ولو الناس اختارت انت تضرب اضرب. دلوقتي يا جدعان قدامكم دقيقه واحده، يا اقتلوا يا سيبوا، قدامكم دقيقه واحده. هيقتلوه يا بابا لعاني، والله هيقتلوه. لعاني كذابين. فكروا في ايه؟ اختاروا ان هو ما يضربش. مين اللي وصلنا كده اصلا؟ شريف انت كان حلمك ان انت تبقى لاعب كوره. ايه اللي حصل؟ عشان ده الا كان حلمي، انا حد دلوقتي فرق في دمي وعمري ما هنساه، بس يعلم ربنا الكابتن ويضغط ميتيني ويضغط ويضغط، في الاخر الناس تحبطني تقل منه، وهاجي يوم هنتقل منه. بس زي ما انت عارف نحن دايما نحن صغيرين يا بنحلم نبقى مغنيين، لعيبه كوره وممثلين، لكن ايه في الاخر يا معلم تقدر تبدا من جديد. توقع الناس اختارت ايه؟ برضو احنا صغيرين جوي، ازاي هنبدا نوصل ليوتيوبر وازاي هنصور معاه اصلا؟ عندنا بالطريق يا رب تذكر
ايه اللي حصل؟ فاكر المسدس ده حقيقي مثلا؟ انت كنت فاكر ان انا هطلع من عندي اروح اواجه التاني وبتاع الغباء مش هخطط مثلا؟ بلاش مش هكلم اي حد اللي انت رجعته زمان. الصراحه حد كان مبسوط بس عجبني وانتهى الكلام. طب مين انت عملته الفيلم والحوارات دي؟ وانت استفدت ايه؟ انا شايف والله انا مش عايز ازعلك بس انا عارف يعني يكون طب الطفل يطلبها فوق انت بقى. كده الناس عمرها ما بقت بتشغل الاسد. زي ما الشباب عارف المصطفى مالك المغامرة كانوا فيديو ليه على الفيديو. ده أنا على فكرة يعني يوتيوبر وبحب الغنى، صاحب أغنية كبيرة جدا اسمها الحوادث. بس عمري ما هنسى إن فنون القتال كانت جزء كبير جدا بتاع حقيقة حلمي. اتحولت بدل ما أنا بتريق عليها بقيت بطور نفسي فيها. بس كده، معكم مصطفى صاحب المغامرة. هات يا ولد الحوادث الأحادث في الأحادث في البلاد. أنا قلت عكس، خلي بالك صح؟ هات يا ولد الحوادث في الأحادث في الأحادث في البلاد، ونفيسة هي لعبت عشان كده هي وقعت ورد واخيرا عرفت تعدي سنوات. انت علاء الدين. ليه معانا الفلوس؟ أنا مش عارف أنا. واحد اسمه شريف بيقع على أعمال قناة. عيد تاني. انا مش هسامح في العاء عيدي. عيدها تاني. ليه ضحك؟ ايه اللي بيضحك يا مصطفى عمر؟ خلاص نعيد تاني. ابدا. ما عنديش ستوب. قلت لها بحبك قالي تستنى. تهزم شريف في عينك يا اخي بقرة، تهيست من الشمس. لا يا عم ما يعرفش شريف. انت قلت لك تقول له سيرته، قول له سيرة شريف. مين شريف ده؟ ما انت بترجع أنا عيد تاني صراحة. ما يلا. هو ماشي بعيد صح. ماشي اعمل مكاش ده وانت بس. لا مصطفى يا مصطفى انا نزلت يدك يا مصطفى يا راجل. بس لسه الاداء ده مش لا عيد تاني. اوعى تكون فاكر انك عايز تحقق حلمك يا مصطفى. تعبت يا راجل. اوعى تكون عايز تحقق حلمك، تكون عايز
حرام عليك. آلي تستنى. عيد من الاول عيد من الاول. تمام. وانا قلت لك ضحكت من الاول. تقرا حكايات. خلاص كده عندي حلم ان ابدا يوتيوب، دي فكره جامده وطرش توب حلم ان ابدا يوتيوب، دي فكره جامده وطرش توب محدش ليه ريد يساعدني، كله عاندني ما عنديش. ما عنديش. ستوب بحب زميلتي قلت صراحه، قلت لها بحبك. آلي تستنى. ابدا حياتك كبر قناتك، وانا برضو بحبك. طب يا عزيزي انا